بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج أنت تسأل والفقيه يجيب. الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وقال عز من قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. النعمة قد أتمها الله، والدين قد أكمله الله بنص هذه الآية الكريمة. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل من خصائص هذا التمام والكمال ملائمة الإسلام هذا الدين العظيم لكل زمان ومكان؟ وهل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ وهل يصح لذات الفقيه بتغيير فتواه بتغير الزمان والمكان؟ سيجيبنا على هذا السؤال فضيلة الشيخ رفعت عبد المطلب، رئيس المركز الإسلامي بمدينة كنت ومدرس مواد الشريعة بكلية الشريعة التابعة لجامعة روتردام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد. نرحب بك أخي الكريم باشمهندس بدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في سجل حسناتكم إن شاء الله. وبخصوص ما ذكرت، الإسلام هو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه. فمن الأشياء التي فضل بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على بقية الأنبياء والرسل أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة، وإلى الإنس وإلى الجن. وما دام الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بهذا الدين منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة، فلا بد وأن يكون هذا الدين صالح للبشرية كلها، وصالح لكل زمان ولكل مكان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله. ولا ننسى أن لله تبارك وتعالى حكمة، فعندما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك متقدمة، الفرس والروم، وكانت لهم حضارات وكانت لهم علوم. وبرغم ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى رسوله الخاتم من جزيرة العرب، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. في بيئة أمية. وهذا السؤال يطرح نفسه: لماذا لم يرسل الله الرسول الخاتم إلى رجل آخر في أمة أخرى متقدمة ولها حضارة ولها علوم؟ ربما والله أعلم بمراده، لأن الله لا يسأل عما يفعل. لو أن الله أرسل الرسول الخاتم في هذه الأمم أو في من هذه الأمم المتقدمة علميا وحضاريا في هذا الوقت، ربما لظن الناس أن هذه الأمة كانت أهل بذاتها لكي تقيم حضارة ويكون لها علوم، وما هذا الدين إلا شيء مكمل. ولكن عندما ينزل الوحي على رسولنا الأمي في بيئته الأمية فينشئ من هذه الأمة في فترة وجيزة من عمر الزمن هذه الأمة العظيمة بكل هذه الخصائص وبكل هذه الصفات
وينشئ فيها هذه الحضارة التي لم يرى التاريخ لها مثيلا. فهذا ولا شك دليل على أن هذا الأمر كان بسبب هذا الدين لا بسبب شيء سواه. ومن ثم فإن الدين الإسلامي هو دين صالح لكل زمان ولكل مكان، وصالح لكل البشر على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وثقافاتهم المتعددة، لأنه الرسالة الخاتمة التي أرسلها الله للناس إلى أن تقوم الساعة، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن ثم فإن الفتوى لا بد وأن تتناسب مع الذين تكون لهم هذه الفتوى. الفتوى هي ليست ملزمة كما قرر السادة الفقهاء والعلماء، ولذلك تتغير من مكان إلى مكان، ومن بيئة إلى بيئة أخرى، ومن زمن إلى زمن. وكما نعلم أن الشافعي رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان له مذهب في العراق، وعندما انتقل من العراق إلى مصر، برغم أن العراق ومصر كليهما بلدان عربيان ومسلمان، إلا أنه كان له مذهب آخر في مصر، لأن البيئة تغيرت، المكان تغير، الناس تغيرت، العادات، التقاليد. ونعرف أن الإسلام احترم العرف ما لم يتصادم مع الأحكام الشرعية، ولذلك فالفتوى تتغير بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال وبحسب الأشياء كثيرة، وهذا أمر مسلم به في الشرع الإسلامي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. شكرا فضيلة الشيخ. ورد لنا سؤال عن كيفية قصر الصلاة، وما المسافة التي حددها العلماء للبداية في قصر الصلاة، وأيضا كيف للمسلم الذي يعيش هنا في أوروبا أو في بلجيكا بالذات بجمع الصلاة، حيث كلنا نعمل ونعلم أيضا أن الراحة وقت الظهيرة في حدود بين الساعة 12 والساعة 1 أو 12:30 على حسب مكان العمل. فكيف للمسلم المصلي أن يصلي الصلاة لوقتها وفي نفس الوقت جمعا أو قصرا؟ بالنسبة لموضوع الجمع والقصر، فنعلم أن هذا الدين جاء للتيسير على الناس، وجاء لرفع الحرج عن خلق الله وعباد الله. ما جعل عليكم في الدين من حرج ونيسرك لليسر، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا في حدود ما يسمى بالتوقيف. العبادة توقيفية، أي متوقفة على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فبالنسبة لقصر الصلاة الرباعية، ورد في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه فرضت الصلاة مثنى مثنى، وزيدت في الحضر، وبقيت على أصلها في السفر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة كفريضة من الفرائض التي لم يعتد عليها الناس في بداية البعثة، كانت تعتبر فريضة إلى حد ما جديدة وشق على من لم يتعود عليها. لم تفرض دفعة واحدة بصورتها النهائية، ولكن فرضت ركعتان ركعتان، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قيل كانت ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، وقيل غير ذلك. ففي بداية فرض الصلاة كانت مثنى مثنى كما ورد في الحديث. ثم بعد أن استقرت هذه العبادة في قلوب ونفوس المؤمنين واعتادوا عليها وتمكنت منهم ومن قلوبهم،
نزل التشريع الثابت بالصورة التي عليها الصلاة الآن. صلاة الصبح ركعتين، الظهر 4، أتكلم عن الفرائض، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. هذا في حالة الحضر. أما في السفر فبقيت على أصلها، فأساس صلاة المسافر 2 وليست 4. ولذلك فإن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس وغيرهم، على أن من يتم صلاته في السفر فصلاته باطلة. وقد نحى منح الصحابة الإمام أبو حنيفة وبعض المذاهب الأخرى، فقصر الصلاة الرباعية في حال السفر عزيمة، أما الجمع فهو سنة. القصر عزيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت بالإجماع ما أتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سفر قط. والثابت في الأحاديث التي صحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من المدينة مسافة فرسخ أو 3 أميال قصر الصلاة حتى يعود إلى المدينة. ما أتم الرسول في سفر قط، وهذا أمر مجمع عليه وليس محل خلاف. الخلاف في مسافة القصر، وقلنا إنه صحت الأحاديث التي وردت في هذا الباب إذا خرج مسافة فرسخ أو 3 أميال. والفرسخ تقريبا حوالي قريب من 6 كيلو تقريبا، وهو يساوي 3 أميال. وإذا لاحظنا شيء يحدث كل عام في موسم الحج، فإن الحجيج جميعا عندما ينتقلون من مكة إلى منى ثم إلى عرفات بما فيهم أهل مكة جميعهم يقصرون الصلاة الرباعية، وليس أحد من الحجاج يتم الصلاة الرباعية في منى ولا في عرفات على الإطلاق، حتى بالنسبة لأهل مكة. فلذلك السفر هنا إذا خرجنا من المدينة التي نسكن فيها من حدودها مسافة فرسخ أو 3 أميال تقريبا 6 كيلو، فإن ذلك يوجب علينا أن نقصر الصلاة، لأن الرسول ما أتم في سفر قط، ولسنا أعرف من رسول الله بالله، ولسنا أعبد من رسول الله لله تبارك وتعالى. فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن هو إلا وحي يوحى. قضية بعض الآراء الفقهية التي وردت في كتب الفقه إنه السفر يجب أن يكون 2 أو 3 مراحل، هذا اجتهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجر من اجتهدوا هذه الاجتهادات على اجتهاداتهم، لكنها اجتهادات يعوضها الدليل، فلم تستند إلى دليل، بل الدليل صح بعكس ما اجتهدوا كما بينت منذ قليل. فلذلك إذا خرج الإنسان من المدينة التي يسكن فيها بعد أن يخرج من حدود المدينة مسافة 6 كيلو أو أقل قليل، فله أن يقصر الصلاة الرباعية، وهذه عزيمة. أما بالنسبة للجمع فهو سنة، إن جمع فيجوز له، إن لم يجمع فلا يجوز له. والحقيقة هذا الأمر في غاية الأهمية، لأن الإنسان عندما يخرج، يعني نتعرض قليل للحكمة من هذا الأمر، عندما يخرج الإنسان من مدينته التي يعيش فيها فإنه يخرج لسبب أيا كان هذا السبب، سواء كان للعمل أو للدراسة أو للسياحة والترفيه عن النفس، وكلها أسباب مشروعة وشرعها الله تبارك وتعالى، ما دام سفر طاعة وليس سفر معصية. فإن الله تبارك وتعالى من فضله ومن تيسيره ومن رفعه للحرج والمشقة على خلقه جعلهم يقصرون الصلاة الرباعية ويجمعونها إن شاء، ليتفرغوا للغرض الذي من أجله سافروا وانتقلوا، لأن الصلاة عبادة
والغرض الذي سافرنا من أجله عبادة. فالله سبحانه وتعالى يفرغنا لأن ديننا هو دين عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والإسلام أو الإيمان لم يرد في القرآن الكريم في آية واحدة يفصل بين الإيمان والعمل، بل دائما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلذلك خلقنا الله وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لعمارته. فما دام الإنسان ذاهب أو مسافر أو خارج من مدينته لهدف مشروع فهو نوع من التعمير امتثال للآية الكريمة. في هذه الحالة الله يوفر له وقته ليدرس إن كان ذاهبا للدراسة، أو ليتاجر إن كان ذاهبا للتجارة، أو ليعمل إن كان ذاهبا للعمل، أو ليتنزه، أو لزيارة الأهل والأقارب وغيرهم، فكلها أهداف مشروعة. فده الهدف والله أعلم من قصر الصلاة الرباعية. فالقصر عزيمة كما بينت، أما الجمع فهو سنة. والإنسان عندما يسافر أيضا لا ندري ماذا سيحدث لنا في السفر. قد يظن الإنسان أنه ربما سيسافر أو سيخرج من المدينة وسيعود في وقت قريب، وهو لا يدري. قد تحدث لا قدر الله حادثة، قد يحدث مشكل، قد يحدث أي شيء. فلذلك في هذا الأمر إذا كنت أنا سأخرج مثلا سأصلي الظهر، لأن القصر يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني الظهر والعصر فقط. إما أن يكون إذا كنا هنقصر وهنجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، بعد أن يؤذن للظهر نصلي الظهر ركعتين ثم نصلي العصر ركعتين، أو ننتظر بعد صلاة العصر إذا كان الوقت لا يسمح، وبعد أن يؤذن للعصر نصلي الظهر أولا ثم نصلي العصر جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء معا. فهنا لو أن إنسان خارج من المدينة وصلى الظهر مثلا في مسجده، إذا كان سيصلي في مدينته قبل أن يخرج فله أن يتم الصلاة، لأنه ما زال في المدينة، مع أنه هناك رأي يقول إنما الأعمال بالنيات، وما دمت قد نويت أنك ستسافر فأنت مسافر، ويجوز أن تقصر الصلاة، وهذا أمر جائز. والرأي الآخر يقول ما دمت في مدينتك أو في بيتك فأتم، وهذا صحيح وهذا صحيح، لا حرج في الاثنين. فنصلي الظهر ثم بعد ذلك نصلي العصر جمع. طيب أنا خرجت من المدينة ولم أصلي الظهر، وبعد أن خرجت وأنا في الطريق أذن الظهر وكان في استطاعتي الوقوف والصلاة، فالذي أفعله هنا أني أصلي الظهر ركعتين بدون نوافل، ثم أجمع العصر معه إن شئت ركعتين. طب لو عدت إلى مدينتي أو إلى بيتي قبل العصر فهل أعيد الصلاة؟ لا إعادة للصلاة. لكن لو أردت أن أصلي مع الإمام مرة ثانية كنافلة فهذا يجوز، وهذا من زيادة الخير. فلذلك ونفعل ذلك أيضا مع المغرب والعشاء، هذا في حال السفر. لكن أنت سألتني في حال العمل، والله إذا كان الإنسان يعمل في مكان يبعد عن مدينته بنفس مسافة التي ذكرناها فرسخ أو 3 أميال فينطبق عليه الحكم، فهو له أن يجمع وأن يقصر، وخاصة لأننا في بلد غير إسلامي، وقد يجد الذين يعملون هنا مشقة في أن يصلوا الصلاة في وقتها، فقد لا يسمح لهم بذلك. فلذلك إذا كان عنده وقت مثلا وقت الراحة لكي يتناول شيء من الأطعمة أو شيء من المشروبات أو غيرها، فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي بعده العصر ركعتين، إما تقديم وإما تأخير على حسب ظروفه. وهذا من سعة الإسلام ومن تيسير الإسلام، لأن الله يعني فرض علينا الصلاة، والصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لوقتها، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله والعياذ بالله. ولذلك لا عذر لنا في ألا نؤدي الصلاة حتى ولو هناك بعض الصعوبات، فالتيسير موجود والحمد لله. الإنسان يقصر الصلاة ويجمع الصلاة على حسب ظروفه، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح والله أعلم. لكن ليس هناك أي رأي يقول بالصلاة
خارج وقتها، قبل الوقت أو بعد الوقت؟ لا، قبل الوقت لا يجوز. يعني قبل أن، يعني من شروط صحة الصلاة يعني العلم بدخول الوقت. فقبل يعني الأذان لا يجوز لنا أن نصلي. مثلا في الصيف بيكون الظهر مثلا على الساعة 1 أو بعد 1، وميعاد الراحة بتاع العامل أو الموظف أيا كان من 12 ل 12 ونص. لا، في الحالة دي لا يجوز أبدا الصلاة قبل الوقت. يعني العلم بدخول الوقت ده شرط من شروط صحة الصلاة. يعني إذا صلى قبل دخول الوقت لا تجوز صلاته وغير مقبولة. لكن في إمكانه إذا تمكن أن يصلي بأي وسيلة لسبب هو يعرفها على بركة الله، لم يستطع، فهو له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. يعني بعد ما يكمل العمل بتاعه أكيد سيكمل العمل قبل أذان المغرب، ففي الوقت ده يجوز له بعد أن يكمل العمل مباشرة يعني يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك جمع تأخير، ولا حرج عليه ما دام سيؤدي الصلاة في وقت الأداء قبل المغرب. ما دام سيؤدي الصلاة قبل المغرب، لأنه إذا صلاها بعد المغرب فيكون وقت قضاء، فيكون ده وقت قضاء. وهذا الوقت إذا كان يعني أمر خارج عن إرادته، يعني ضرورة شرعية بالنسبة له لم يستطع، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما إذا كان يتمكن فهو آثم. فلذلك هنا يعني على الإنسان أن يرى وقت العمل ويحدد، إما أن يصلي جمع تقديم بعد الظهر مباشرة، وإما أن يصلي جمع تأخير، لأنه إذا كنت زي ما ذكرت حضرتك إنه يكون مثلا البوزة بتاعته أو الراحة بتاعته الساعة 12:30 ويكون لسه الظهر ما وجبش، في الوقت ده يصلي أو يجمع جمع تأخير، وإن شاء الله صلاته مقبولة ولا حرج عليه. يعني هو عموما يعني أحب أن أنا أنوه أن قانون العمل هنا في بلجيكا بيجبر صاحب العمل بإعطاء راحة كل 4 ساعات. يعني لا يجب على العامل أو الموظف العمل لأكثر من 4 ساعات متواصلة بدون راحة. فده يمكن يكون طبعا ده شيء طيب من رحمة ربنا. ودي طبعا الإنسان يعني هنا بالتجربة كمان إنه كثير من الناس اللي أعرفهم إذا كانوا بيأدوا عملهم بإتقان وكانوا صورة طيبة للإسلام، لأن ديننا دين عمل، عندما يشعر المسؤول في العمل إن هذا الرجل المسلم يؤدي عمله بإتقان ولا يحاول أن يتهرب من العمل أو يضيع وقته بدون ويكلمه بعد كده يقول له والله أنا إنسان مسلم وأحتاج مثلا إلى 5 دقائق وممكن تخصم مني ال5 دقائق دول أو أعوضهم لك للصلاة. يعني في حالات كثيرة جدا كان الناس يوافقون ما دام الرجل هذا ثقة، المسلم هذا ثقة ويؤدي عمله بإتقان. فيعني الأمر ده بناخذ بالأسباب، والإنسان إذا أخذ بالأسباب وكان يعني فعلا أمين في أداء عمله فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له. ودي يعني كمان فرصة عظيمة إنه كل 4 ساعات على الأكثر لازم يكون في راحة، فهذا شيء طيب يمكن الإنسان يؤدي في الصلاة في هذا الوقت وبدون مشاكل وبدون حرج. الحمد لله. السؤال الثاني، كنت في لقاء مع بعض الإخوان يوم الأحد الماضي، ودار حديث حول الجيلاتين ودخوله في مواد كثيرة، مواد غذائية زي الشوكليتس وكثير من المخبوزات. فكنا نحب نعرف يعني القول الفصل في الموضوع دوت، لأنه الجيلاتين دي مادة بتخش في أنواع مأكولات كثيرة، وهي بتصنع من العظام الحيوانية. وطبعا زي ما بنعرف ان هم هنا بيستخدموا عظام الخنزير وكده في تصنيع الجيلاتين اللي هو مصدره حيواني. هناك نوع آخر مصدره نباتي، ولكن احنا ساعة لما بناكل الشوكليت او المخبوز
الجاتو او كده ما بنعرفش اذا كان الجيلاتين المستخدم نباتي او حيواني. ف ايه اللي احنا نقدر يعني نعمله؟ هل نتوقف عن اكل هذه المأكولات او السؤال في كل مرة اذا كان الجيلاتين ده نباتي او حيواني ام ماذا نفعل؟ طبعا يعني إذا كان نباتي ما في مشكلة، إذا كان حيواني فالجيلاتين لا يوضع بذاته مباشرة في الأشياء الأخرى، ولكن بيكون له معالجات، والمعالجات دي بتحيل إلى مادة مختلفة تماما، لا يبقى على شاكلته كجيلاتين. وبالتالي لو كان فيه شيء ممكن فيه شبهة أنه ممكن يكون داخل في بعض الحيوانات أو الأشياء التي تحرم علينا، فإنه بيختلف تماما. يعني عملية الخمر لو استحالت إلى خل تصبح طيبة حلال ولا شيء فيه على الإطلاق، لأن الله حرم الخمر ولم يحرم الخل. فهنا يجب أن نقف عند الأشياء، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قضية التحليل والتحريم لابد وأن يكون هناك نص قاطع قطعي الدلالة، لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. يعني في التحليل والتحريم خاصة ما إذا كان الأمر غير قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم. ممكن يقول والله أكره هذا الشيء أو من الأولى ألا أتناوله إذا كان في بديل له، إنما يحلل أو يحرم لابد يكون عندنا دليل قطعي لكي يتم التحريم. وهذا الأمر يعني أولا هو ظني، لأن إحنا مش متأكدين إن كان نباتي أو حيواني، وإذا كان حيواني هل هو من حيوانات يجوز لنا أكلها أو حيوانات لا يجوز لنا أكلها. وحتى لو كان فيه بعض من الحيوانات لا يجوز لنا أكلها، فهل هو يبقى جيلاتين بنفس الأشياء ديت؟ لا، ولكنه بيعامل معاملة كيميائية تحيله إلى مادة أخرى تماما. ولذلك لا أرى في هذا بأس. وهذا من الأشياء اللي يعني الحقيقة بيكون فيه حرج. وطبعا نعلم أنه من مقاصد الشرع رفع الحرج عن الناس، ما جعل عليكم في الدين، ده مقصد أصيل من مقاصد الشريعة. والتيسير، والامر ده يتعارض ان الانسان كل ما يمشي يشتري حاجه يقف في المحل لساعات عشان يقرا بعض الاشياء، وقد تكون يعرف يقراها وما يعرفش يقراها، وقد يفهمها وقد لا يفهمها، وقد تكون قراءه صغيره لا يستطيع حتى ان يقراها، فهذا امر فيه مشقه. فلذلك موضوع الجيلاتين هو يعني في فتاوى بذلك في كتب الفقه انه الجيلاتين لا شيء فيه. وارى انه يعني ان شاء الله لا داعي لان نعسر على أنفسنا أزيد من اللازم فيعسر الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. الشيخ رفعت عبد المطلب، نشكره لاستضافتنا في المركز الإسلامي بمدينة هند ولوقته الذي أعطانا إياه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.